تخيل معايا ان ممكن عربية 200 حصان تبقى اسرع من عربية 800 حصان في القومة. قبل ما تتصدم وتقول ازاي، هنشرح النهاردة الفرق بين العزم والقوة الحصانية، او بطريقة تانية التورك ضد الهورس باور، ونشوف هل فعلا ممكن عربية 200 حصان تسبق 800 حصان ولا ده كله كلام فاضي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش السبسكرايب مزود الأحصنة، ويلا بينا نتعمق في الموضوع. التورك او العزم في العموم هو الزقة او الطلعة الاولى لأي جسم متحرك، بس احنا هندخل الكلام ده في عالمنا بتاع العربيات ونسيبنا من الفيزياء شوية. فكتعريف مبدئي، التورك هو قوة الدوران بتاعة المحرك نفسه. يعني لو انت واقف وقوف تام بالعربية وفجأة دوست بنزين للآخر عشان تتحرك، انت هنا هتستخدم العزم مش القوة الحصانية، لان هنا المحرك بذل مجهود عشان يحرك كتلة العربية. اما القوة الحصانية هي سرعة المحرك في انجاز عمله، يعني سرعة المحرك انه يوصل العربية لسرعة 100 كيلو متر في الساعة مثلا. خليني بس اديك مثال سريع عشان ما تتوهش مني. العزم هو قوة عامل البناء اللي بيرفع الطوب، والقوة الحصانية هي سرعة نفس العامل ده في رفع الطوب للدور اللي فوق. كل المحركات هتلاقيها بتطلع رقمين مهمين جدا، وهما قدرتها الحصانية وعزم دورانها. بس احتياجك من المحرك هو اللي هيخليك تختار. الشاحنات مثلا والمعدات التقيلة دايما محركاتهم ضعيفة في قدرتها الحصانية، وحتى تستغرب لما تسمع ارقامهم، ساعات بتبقى 350 ولا 400 حصان، بس تلاقي عزم دورانهم فوق ال1000 نيوتن متر. التريلات مش محتاجة السرعة في حاجة، هي كل اللي هي محتاجاه قوة تخليها قادرة انها تحرك الاوزان المهولة اللي بتقطرها دي من نقطة ألف لنقطة باء. فهتلاقي ان العزم تقريبا ضعف القوة الحصانية. ولو عايز تعرف الشاحنات ازاي بتطلع العزم العالي ده كله من محركاتها، فكنا عملنا حلقة عن محركات الديزل وشرحنا ازاي بيبقى عندهم عزم عالي كده، هسيبها لك فوق هنا، هتفيدك جدا. ونرجع لموضوعنا ونشوف الناحية التانية في السيارات الرياضية مثلا. هتلاقي العكس بقى، هنا العربية مش محتاجة العزم في حاجة، لانها مش مطلوب منها تشيل اوزان، هي مطلوب منها انها تخلص شغلها في اسرع وقت ممكن. فهتلاقي ارقام شبه 800 حصان و700 نيوتن متر، وده مش معناه ان مفيش عزم، بالعكس 700 نيوتن متر ده اصلا رقم مخيف، بس القوة الحصانية هنا هي الاهم، فبتبقى اكتر شوية بالذات في السيارات الرياضية عشان تقدر توصل للتوب سبيد او اقصى سرعة ليها. طب يحصل ايه لو جبنا عربية فيها محرك 1000 نيوتن متر بس 200 حصان؟ هتلاقي العربية دي صاروخ في الانطلاقة، وممكن من كتر العزم كمان تعمل ويلي او ترفع حصان بالمصري لو وزنها خفيف طبعا. بس تعالى بقى اتفرج عليها وهي مش عارفة توصل 240 كيلو متر في الساعة. بس كل ما عزم المحرك زاد، كل ما هتبدأ تواجهك مشاكل في التراكشن والتماسك وانت بتدوس من الثبات. هتلاقي العربية عمالة تفرك منك ومش راضية تمسك في الأرض، بالذات لو دفع خلفي. تقعد بقى تروح يمين وشمال منك، وتلاقي ان أرقام التسارع من 0 ل 100 بطيئة ومش زي اللي انت متوقعها، رغم ان المحرك أرقامه ممتازة. وعشان كده هتلاقي معظم الشباب اللي بتعدل عربياتها او حتى الهايبر كارز هتلاقيهم مركبين اطارات مخصصة للسباقات زي السيمي سليك تايرز، وساعات بيركبوا كمان فول سليك لو العربية دي وحش ما بيرحمش. ولو عكسنا المثال وجبنا عربية موتورها 1000 حصان بس 100 نيوتن متر تورك، النتيجة هتبقى عاملة ازاي؟ العربية هتكون بطيئة جدا في التسارع من الثبات او الانطلاقة، بس اول ما سرعتها تزيد شوية هتلاقيها طيارة وقفلت التوب سبيد في وقت قياسي. مصنعين السيارات بيشوفوا العربية دي موجهة لأنهي استخدام، وبناء عليه بيحطوا محرك يناسب الاستخدام ده. ما ينفعش عربية سيدان محركها 1600 سي سي تسحب بيها مقطورة وراك، ولو حاولت تعملها في الأغلب انت مش هتمشي أصلا. بس الأوحش من انك مش هتمشي ان ممكن تلاقي المحرك فرقع، وهتشوف مشهد أكشن في الكبوت قدامك يخسرك كل فلوسك، عشان أي غلطة هنا بتعور. بالظبط كأن واحد لسه داخل الجيم جديد راح يشيل أتقل وزن في الجيم. العزم المبالغ فيه ممكن يدمر المحرك لو مش متصمم انه يستحمل كم هائل من العزم والضغط ده. يعني بلوك المحرك لازم يكون تقيل ومن معدن قوي جدا، كرانك وكمات قوية، بساتم تستحمل الضغط، وكل حاجة في المحرك لازم تكون قوية كفاية انها تشيل وراها وزن 4 طن مثلا. بس برضو العزم القليل قوي هيخلي الناس كلها تكلكسلك في الإشارة. عشان كده هتلاقي نص محركات العربيات اللي بتشوفها في الشارع أرقامها ماشية بالتساوي مع بعض، اللي يقولك 150 حصان و250 نيوتن متر، واللي يقولك 100 حصان و200 نيوتن متر، عشان لما تحتاج تقوم العربية تقوم معاك، ولما تحتاج تتسارع تلاقيها بتستجيب برضو معاك. ولو تفتكر معايا السؤال اللي كان في أول الحلقة، هل ممكن عربية 200 حصان تسبق عربية 800 حصان في القومة؟ أظن أنت دلوقتي فهمت كويس وتقدر تجاوب على السؤال ده لوحدك. بس لو عايزني غششك يعني، فالإجابة هي هتسبقها في القومة، بس أبو 800 حصان هيخلص السباق ويخش ينام عبال ما ال 200 حصان تخلص هي كمان.
فالخلاصة بقى يا سيدي، مفيش رقم أحسن من رقم، ومفيش عربية أقوى من التانية على الإطلاق. كل عربية ليها استخدام، وكل محرك متصمم عشان يعمل شغل معين. العزم بيديك الإحساس والشد من الأرض والابتسامة أول ما تدوس بنزين، والقوة الحصانية تديك النفس الطويل والسرعات العالية والإحساس إن العربية مش بتخلص. فالمرة الجاية لما تسمع حد يقولك دي 800 حصان ودي 200 حصان، ما تتحمسش على طول، اسأله بتطلع قد إيه عزم وبتطلع إمتى، وساعتها هتعرف مين هيضحك في الإشارة ومين هيضحك على الطريق السريع. لو عجبك الفيديو ما تنساش السبسكرايب عشان نزود الأحصنة، واللايك عشان نزود العزم. أشوفك في الفيديو الجاي. سلام.